يا حلا والله بالجميع في بودكاست مع مسعود. اليوم ضيفنا الغالي عبود. عبود، بما انك ضيفنا اليوم لازم نسألك عن زغلول. فين راح زغلول؟ زغلول؟ مين زغلول؟ ما أعرف أحد بهذا الاسم، يمكن راح يتمشى. طيب عبود، وش أغرب أكلة أكلتها في حياتك؟ أغرب أكلة؟ مرة أكلت حذاء مسعود القديم، كان لذيذ. عبود، وش نصيحتك للمتابعين في الحياة؟ نصيحتي إذا شفت موزة لا تفكر، كلها على طول. وإذا شفت إنسان اهرب. طيب قول أنت، وش أسوأ هذا عندك؟ أسوأ عادة؟ إني ما أقدر أقاوم الموز، مستعد أسوي أي شيء عشانه. عبود، وش أكثر شيء يخوفك في الحياة؟ أكثر شيء يخوفني لما أكون ماشي لحالي وأسمع صوت الصمت. يا عبود، هل لديك موهبة مخفية؟ دعني أرى. أحسن مقلب عملته. أنا خبأت كل الموز تحت صخرة كبيرة. عبود، وش طموحاتك للمستقبل؟ طموحاتي؟ إني ألاقي موز أكتر وأشجار أكبر عشان أتسلقها. تحدي الأسئلة السريعة، موز ولا تفاح؟ موز. شجرة ولا صخرة؟ شجرة. نوم ولا أكل؟ أكل. عبود، ممكن تغني لنا أغنية ختام البودكاست؟ بودكاست مسعود يا جماعة. عبود، وش نصيحتك الأخيرة للمتابعين قبل ما نختم؟ نصيحتي الأخيرة، لا تثق في أي أحد يقول لك أنا ما أكلت موزك. وبكذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من بودكاست مع مسعود. شكرا عبود على هالحلقة الرهيبة. العفو، نورتونا. لا تنسون اللايك والاشتراك. نشوفكم في حلقة جديدة.